جدد فؤاد حسين نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية العراقي دعم بلاده للسيادة والوحدة الترابية المغربية على كامل صحرائه وسط توافق بين البلدين على رفض مخطط تهجير الفلسطينيين من غزة والضفة الغربية إلى مصر والأردن وباقي الدول العربية. وبعدما ذكر ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج في ندوة صحفية مشتركة مع نظيره العراقي اليوم السبت بالرباط بموقف المملكة المغربية من القضية الفلسطينية، شدد على أن القرار دائما بيد الفلسطينيين أنفسهم. أرجو الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وشكرا لكم على المتابعة. إلى اللقاء.